عليكم أعزائي الطلاب، أتمنى لكم الصحة والعافية. والآن في الوحدة الخامسة في درسنا الثاني أنواع الأشجار. وصلنا إلى موضوع جديد، أنواع الأشجار. شجرة يشتهر العراق بها تتوجها أوراق ريشة كبيرة بهية المنظر، تتحمل العطش، تزرع على شكل خطوط مستقيمة يستفاد منها في توفير الظل. ثمرها لذيذ وهو غذاء كامل ومصدر للصناعات كثيرة. ما هي؟ وهي النخلة. طبعا أنتم تعرفون العراق يشتهر بشجرة النخل، ونحن نأكل منها التمر وأنواع التمور لدينا. في الصورة الثانية شجرة ثانية نتعرف عليها، شجرة تنمو بكثرة في حوض البحر المتوسط، دائمة الاخضرار، أوراقها بشكل الإبري، يستخدم ثمرها في الطعام والحلوى. وما هي؟ هي الصنوبر. شجرة ثالثة نتعرف عليها، شجرة دائمة الخضرة، وهي قصيرة عادة، ذات جذع سميك، لها قدرة على الصمود في ظروف بيئة قاسية. ثمرها ذو فوائد كثيرة، فهو غذاء كامل ويستخرج منه الزيت. وما هي؟ الزيتون. ونحن لدينا أنواع من الزيتون، الأخضر والأسود، وإنها طعام مفيد وجيد. ولدينا شجرة ثالثة رابعة، شجرة تتميز بخشبها اللين، تقاوم الرياح الشديدة، ذات أغصان كثيرة وأوراق كثيفة خضراء، تنمو حيث تتوافر المياه بكثرة، يستعمل خشبها دعائما في بناء المنازل. ما هي؟ وهي الحور. شجرة ثانية وهي شجرة ضخمة لها جذع جميل، وهي مصدر مهم من مصادر الخشب. يتميز خشبها بأنه ثقيل وصلب وقوي، تتحول أوراقها في فصل الخريف إلى ألوان جميلة كالأحمر الداكن والبني الذهبي، يسمى ثمرها البلوط. وما هي؟ السنديان. وشجرة أيضا لدينا شجرة أخرى، شجرة كبيرة تنتشر بكثرة في جبال كردستان، عندما نفرك أوراقها تفوح رائحة جميلة، تحوط ثمرتها قشرة قاسية، بعد كسرها نحصل على ثمر طيب ومفيد. هي مصدر للخشب والطعام. قديما كانت تستخدم قشرة ثمرتها وأوراقها صبغة بنية للشعر، وهي الجوز. والآن نأتي إلى حل التمارين. ما هو مطلوب؟ المطلوب منا أن نحل التمارين. التمرين 22، اكتب اسم الشجرة التي تمثلها الصورة. لديكم صور، وهي صور الأشجار. نكتب الأسماء. الصورة الأولى السنديان، والصورة الثانية الزيتون، الصورة الثالثة الجوز، الصورة الرابعة النخلة. التمرين 23، رتب الكلمات والعبارات المبعثرة في كل سطر لتحصل على جملة مفيدة. تنمو المتوسطة شجرة البحر في حوض بكثرة الصنوبر. أنتم ترتبون الكلمات وهي مكتوبة أمامكم. الثانية وهي الخشب مهم، ضخمة، جذع جميل، شجرة لها مصدر من مصادر. وأنتم ترتبون الكلمات لكي تحصلون على جمل مفيدة. والتمرين 24، ألف، صل كل معلومة من المعلومات الآتية بالصورة المناسبة. لديكم الصور الأشجار، وهناك المعلومات عن كل من الأشجار، فقط تصلون المعلومة بالشجرة التي تناسبها أو تكون تعريفا لها. تمرين 25،
ضع دائرة حول المفردات التي تتعلق بالشجرة. التمرين 25 ضع دائرة حول المفردات التي تتعلق بالشجرة. فقط نضع دائرة حول الكلمات التي تتعلق بالشجرة: ثمر وجذع وخشب وأوراق وأغصان. لا نضع دائرة حول الريش أو قشرة أو عشب أو هواء، لأن القشرة من اختصاص الثمرة، قشرة التفاح أو قشرة الجوز. وإن شاء الله نواصل دروسنا في الدرس الثالث، نصل إلى موضوع جديد في الوحدة الخامسة، وهي ازرع ولا تقطع. وإلى اللقاء إلى الدرس القادم.